يكون عندك مصطفى شوبير. لولا شوبير لخسر الاهلي برشا اهداف اليوم. مصطفى شوبير ينقذ الاهلي من هزيمه كارثيه. الاهلي تعادل سلبيا ويقدم مباراه سيئه جدا على المستوى الهجومي والدفاعي. اداء مزري ظهر بيه النادي الاهلي، فقد بيه كل هويته الكرويه. مصطفى شوبير يمكن نجم المباراه الوحيد النهارده، قدم مباراه كبيره جدا جدا، انقذ الاهلي في اكتر من فرصه. يسترب بيقدم مباراه من سيئه جدا. يسترب بصراحه غير مقنع تماما لحد دلوقتي مع كل جمهور النادي الاهلي. مباراه سيئه واللي قبلها كان سيء، مستمر في السلسله السيئه جدا. تريزيجيه النهارده اصابه جديده تضاف للنادي الاهلي بعد اصابه زيزو قدام البنك الاهلي. اصابه رغم كل الناس حذرت اجهاد شديد جدا، ومع ذلك اصر على استمرار اللاعب وبالتالي اصيب تريزيجيه. كمان بن رمضان النهارده حاجه سيئه جدا، مباراه سيء جدا، اسوأ لاعب في المباراه بلا منازع. مباراه سيئه جدا لبن رمضان، غير مقنع تماما تماما تماما. من بعد كاس العالم للانديه الراجل مش شايف قدامه. كوكا طبعا على قده جدا والناس كلها مقتنعه بكده، الا يسترب شايف ان في ميزه ما نعرفش ايه هي لحد دلوقتي. هل ممكن يطلع يبرر ليه مشاركه كوكا في الجبهه الشمال للنادي الاهلي؟ كوكا غير مقنع، الناس كلها عارفه ان كوكا غير مقنع تماما. لعيب محدود جدا، ما بيرفعش كروس من ناحيه الشمال، لكن ما اعرفش ما هي هويه استمرار كوكا كباك ليفت للنادي الاهلي. يمكن مفيش حاجه نتكلم فيها، معظم اللعيبه كانت سيئه جدا، مفيش حد مقنع. حسين الشحات طبعا التبديله في الدقيقه 86 ما اعرفش هي يعني احسن لعيب عندك قاعد على دكه البدلاء، ممكن ياثر ممكن يغير من نتيجه الماتش، ومع ذلك هو محتفظ بيه للدقيقه 86 وبيشارك طاهر من الشوط الثاني. من اول الشوط الثاني بيشارك طاهر اللي كل الناس برضو مقتنعه انه محدود جدا وعلى قده خالص الراجل، لكن برضو هو مقتنع ان هو لعيب مختلف. ما اعرفش بصراحه ما هي هويه هذه التبديلات. تبديلات سيئه، اداره سيئه، كل حاجه سيئه من يسترب النهارده. بصراحه مباراه سيئه جدا جدا للنادي الاهلي. ان شاء الله في حلقه هتنزل اتكلمنا فيها عن مشاكل الاهلي بالتفصيل، وكمان عن منافسه الاهلي مع الزمالك وبيراميدز في الدوري ومواقف الفرق الافريقيه. ان شاء الله تبقى فيديو مهم جدا، انتظروه ان شاء الله ينزل بكره. كمان ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه، وتقول لنا شايف مين راجل المباراه ومين كان اسوأ لاعب في المباراه النهارده. وسلام.